السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر، ربنا يخليكم لينا وأدامكم الله نعمة في حياتنا، وما تحرمش منكم العمر الطويل، وتفضلوا منورين قناة شيري أسامة أو حياة شيرين ونور أو الحكاية مع أسامة وشيرين. ربنا يخليكم لينا يا رب. هتعملي ايه النهارده يا شيري؟ بصوا، انا بس قبل ما اقول لكم انا هعمل ايه النهارده، حابه ان احنا ندعي دعوه حلوه كده لحبايبنا في فلسطين واخواتنا في السودان. اللهم انصر فلسطين، اللهم انصر السودان، اللهم انصر جيش السودان، اللهم اعزهم، اللهم احفظهم، اللهم اجعل شهر رجب وشعبان ورمضان نصرا لكل مظلوم ونصرا لكل الدول، واحفظ كل الدول العربيه يا رب، واجبر بخاطرنا انك انت القادر على كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يلا نخش في الطبخه بتاعتنا الحلوه دي النهارده. هتعملي ايه يا شريف؟ بصوا يا جماعه، انا قلت لكم ان انا عيالي من النوع اللي مش بياكلوا لحمه، اللي هما مالهمش في اللحمه قطعه. يعني انا بجيبها مفرومه ادخلها لهم في الاكل يعني كده يعني. وساعات كمان مش بياكلوها، والله العظيم بجد عامله لهم كفته ياكلوها. لما بتدخل في قلب الاكل ساعات ياكلوا الاكل نفسه ويتلاقوهم ايه، بيزيحوا اللحمه المفرومه. ما تعرفوش انا عيالي مالهم يعني. المهم، بس بيموتوا بقى في حاجه اسمها كفته الرز دي. فبجيب بقى نص كيلو رز، على نص كيلو لحمه، على ربطه خضره صغيره كده اللي هي كزبره، على بصليه متوسطه، على 5 6 فصوص توم. واحط التوابل بتاعتي التوابل اللي انتوا بتحبوها كلها، تحطها يعني معاه. وبعد كده باخدها عند الراجل بتاع الجزار واخد بقى من عنده نص كيلو لحمه، واقول له اعمل لي دي كفته برز، يعملها لي زي ما انتم شايفين كده. اجيبها بقى واقسم النص كيلو على 3 طبخات. شيرين النص كيلو قسما بالله 3 طبخات وبيفيض مننا كمان. وعايزه اقول لكم يعني بجد فيها بركه، قسما بالله فيها بركه. الحمد لله يعني. والله يا جماعه يعني عايزه اقول لكم ربنا والله بيبارك في كل حاجه، بس احنا يبقى نكون حامدين وشاكرين وراضيين بعيشتنا اللي احنا فيه. لان عايزه اقول لكم من بس لعيشه الناس حرمت عليه عيشته. كل واحد يا جماعه عايش على قد مستواه يعني. ما تقوليش مثلا وانا ليه مش عايش زي ده. معلش، ما هو انت لا مستواك زيه في الماده مثلا، او في شغلك او في حياتك. فكل واحد سبحان الله سيستم حياته على حاجه معينه. فربنا بيبارك والله للي ظروفه على قده، وربنا برضو بيبقى مبارك للي مثلا ظروفه ايه، ربنا يعني ايه مديله شويه. وربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق كل الناس ويوسع على كل الناس يا رب العالمين. النهارده يا جماعه بقى كده عايزاكم انتوا بتتفرجوا معايا وانا بعمل الكفته وبعمل الرز كده، وبوريكم بقى الكفته ديت هعملها في ايه. هتعمليها في ايه يا شيري؟ بص، انا المره اللي فاتت عملتها لكم في كوسه صح. المره دي بقى هعملها لكم في بسله وجزر وبطاطس، ده الخضار. طبعا انا هنا بتخدع ازاي اشتري بصلايه كده، بصلايه متوسطه. بص، انا بقيت اشتري كل البصل المتوسط والصغير، عشان يا جماعه كيلو البصل هنا ب35 جنيه في مصر، وكان وصل ل40 جنيه. فالحمد لله على كل حال. فطبعا كل واحد بيمشي على قد ايه، على قد امكانياته. وانا هنا بقى كنت عامله حوالي اقل من نص كيلو طماطم والله، وضربته في الخلاط كده زي ما انتم شايفينه. اول ما البصله والتومه وقطعت فصين توم كده خد اللون الذهبي مع البصله، نزلت بالطماطم. طبعا بحط طبعا في الصلصه مكعب مرق الدجاج وفلفل اسود وملح، وبسيبها تتسبك. وبعد ما تتسبك بقوم نازله بالخضار، وازود بقى ايه ميه لو شوربه عندي تمام. عفوا يا جماعه، البرد مبهدل الدنيا. الحمد لله يا رب، بس هو يعني يعدي بس يعني علينا لحد كده كويس. يا رب يكمل على خير يا رب الشتاء والبرد. ربنا يرحم اخواتنا في فلسطين، واخواتنا في السودان، واخواتنا في لبنان، واخواتنا في كل العالم. والله بجد يا جماعه، الواحد من كتر ما بيقعد يقول دول شايف ان كل الدول سبحان الله كل واحد عنده مشكلته شكل. احنا مشكلتنا هنا في مصر اللهم لك الحمد يعني يا جماعه احنا احسن من غيرنا، بس مشكلتنا الغلاء هو مش قد المرتبات. انتوا فاهمين ازاي؟ ممكن يكون دولة تانية سبحان الله تلاقي عندهم حرب، دولة تانية عندهم احتلال، دولة تانية عندها مشاكل أهلية. انتوا فاهمين ازاي؟ دولة تانية منقسمة. كل واحد عنده مشاكله، لا إله إلا الله، ربنا ينجينا ويعافينا يا رب. فسبحان الله ربنا يعني يا جماعة بيدي لكل واحد حق 24 قيراط. بس احنا نقول الحمد لله ونحمد ربنا في السراء وفي الضراء، عشان من حمد زاده. امي كانت دايما تقول لي كده، ادعوا لامي بالشفاء يا جماعه، عندها التهاب رئوي والله.
ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. المهم يا جماعه حبايب قلبي، ربنا يشفي كل الناس، يشفي كل مريض يتألم يا رب، اللهم امين. المهم حبايب قلبي، يعني ايه، كل واحد كده عنده مشكله شكل، بس ربنا ايه يعني مقسمه علينا، بس احنا نحمد ربنا. كانت امي دايما تقول لي من حمد وزاد يشرين، طول ما انت حامده ربنا، ربنا كده هيقف معاكي وربنا هيديكي، وربنا هيقول ان يعني ان انا مهما اديها فهي حمداني، فيقوم سبحان الله يعني ربنا يختبرك في الضراء، يقوم لما يديك السراء كده يعني يقر عينك بجد. وانا بقول لها فعلا يا امي والله بنتك محتاجه فرحه، يعني بجد يعني بجد انا نفسي افرح، بجد نفسي افرح. طبعا بصرف النظر عن فرحتي وانا بوزع الوجبات لله يا جماعه، قسما بالله فرحتي لم توصف، يعني انا مش قادره اوصف لكم فرحتي قد ايه. بس عايزه اقول لكم انا نفسي ليا فرحه، انا نفسي افرح، نفسي بجد افرح. يعني ربنا يا رب يرضي الناس كلها ويوسع الناس كلها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا بقى هنا كنت عملت الكفته على مرتين كده زي ما انتم شايفين، وطلعت دور والدور التاني هوت، وعايزه كده وانا بتكلم معاكم كده ودردش معاكم، وانا قصدي بطبخ معاكم كده البسله والكفته وكده، ادردش معاكم. وطبعا انا شفت هجوم جاي على سمسمه العمده، وان سمسمه العمده بتطلع هي كمان تقول للناس يعني لله ومش لله وساعدوني والظروف، هي مش بتقول لله بس، يعني تقول ايه يا جماعه عايزين نعمل كذا في البيت، يا جماعه ساعدونا، يا جماعه ما اعرفش ايه، اقفوا جنبي كده كده. يا جماعه كل اليوتيوبرات بقوا يقولوا كده وبقوا يعملوا كده، كل اليوتيوبرات يا جماعه. بس انا عايزه يعني انا عندي عتاب واحد بس، وطبعا انتوا كلكم عارفين ان انا بحب سمسمه العمده وبحترمها جدا، ايا كان ان طلبت منها كم مره ان هي ترفع لي منتدى، لكن هي كانت طبعا بتعمل ودن من طين ودن من عجين، وده هي حره فيه، انا ما اقدرش اقول لها يعني لازم ترفعي لي وكده، ان دي حريه شخصيه يا جماعه. بس انا بصرف النظر بقول لكم عن كده، انا بحبها قسما بالله بحبها، بس انا بقول لها يعني اما لو انت مشاهداتك زينا كده يا سمسمه، اما لو انت بتعملي في الشهر كله من 3 ل5 دولار، ولو عملت 10 ده يبقى يوم المنى، يعني يبقى محدش قدك، تعملي ايه يا سمسمه؟ تعملي ايه؟ عندك بيت وعندك اولادك وعندك، وانتش قاعده في الشارع، يعني الكلام ده لو انت قاعده في الشارع هقول لك حقك تطلعي وتشتكي وتتكلمي عشان، او ساكنه فايه مثلا ليكي ليك يعني ليك الحق انك تتكلمي عشان انت ساكنه مثلا وعايزه ايه، وعايزه تخلصي من اللي انت فيه. لكني يعني انا لا شايفاكي ساكنه وطول عمرك عايشه في البيت، فلما ربنا ادالك شويه وسع عليكي حبيتي تبني بيت، فانت كل مستعجله ان البيت يتعمل. انا عارفه انت مستعجله ليه، وربنا يدينا على قد نيتي ويديك على قد نيتك. طبعا انا بحبك جدا وبحترمك جدا، ربنا وحده اللي عالم بمعزتك في قلبي قد ايه، ان كنت انت او موحى ياسر. فالمهم حبيبه قلبي، انا عارفه ان انت بتبصي ان المون بتغلى والاسعار والدنيا ومعرفش ايه، وعايزه تلحقي تعملي، وشايفه ابنك عمال بيطول قدامك وبيكبر وهيبقى عريس، وبنتك عايزه تتجوز، فانت بتقولي الا اطول النهارده اعمله، لاني ما اناش عارفه بكره ايه اللي هيحصل. بس عايزه اقول لك على حاجه يا سمسم، والله احنا سايبينها كده ببركه ربنا، احنا سايبينها ببركه ربنا. كلكم عارفين المشاكل اللي حصلت في حياتي وفي بيتي وفي دنيتي. انا واحده غيري اصلا كانت قالت لك انا ممكن يعني امشي خالص من البيت خالص وان شاء الله اجر بره، بس انا قلت انا قاعده في بيتي ملكي، انا قاعده في بيتي ملكي. فانا ايه اللي يعني اللي يخليني اي حد يخبط لي كل شهر على الايجار، وانا عندي 2 بعلمهم في ثانوي، وعندي بنتي في ابتدائي، والدنيا غاليه زي ما انتم شايفين. فانا شايفه ان اللي انت فيه ده ما تحاوليش تقللي من نفسك او تقللي من قدرك في نظر الناس، او تخلي قنوات نقد يطلعوا يتكلموا عليكي، لانك انت ارقى وانضف واحسن من كده بكتير. انا قلت لك انا عارفه ايه اللي بيدور في دماغك، بس تعرفي ان انت احسن مننا. يعني هل لو انا قناتي يا سمسمه يعني ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك ويزيدك من نعم الله. وعايزه اقول لكم يا جماعه دعوات من قلب للي بيكرهني كمان، ربنا يزيدك ويوسع عليك ويعطيك حتى يرضيك. ليه؟ لان الملائكه بتقولي ولك بالمثل. فدعواتي دي من قلبي، اقسمت بالله من قلبي لكم كلكم، عشان الملائكه ترد عليا تقولي وانت كمان. فاهميني ازاي؟ هل لو انت مكاني ومشاهداتك كده، وهل لو انت مكاني في كل المشاكل اللي حصلت واللي انا شفته، مشاكل على اليوتيوب يعني اللي انا شفت المشاكل دي كلها، انا الله اعلم انت تعرفي مشاكلي ولا لا، او متابعاني ولا لا، او يعني انا مش عارفه بصراحه. هل انت كنت هتتحملي؟ هل انت لو انت مكاني كنت هتتحملي؟
ومع ذلك انا قاعده وبقول الحمد لله. وانا لما اقعد في بيتي احسن ما حد يجي يخبط عليا في الايجار. في ناس كتير على فكره من المتابعين قالوا لي طب انت ليه شيرين مثلا، طب ما تبيعي هنا وتطلعي. يا جماعه انا ده بيت ورثه، ده بيت ورثه، انا ماليش حاجه فيه. يعني انا ناس كتير حتى من اصحابي اتصلوا عليا وقالوا لي ليه وكده وامشي قلت لهم يا جماعه ده بيت ورثه، البيت اللي ما تقسمش لحد. ابيع هوا يا جماعه؟ ابيع هوا؟ طيب طب اعمل ايه طيب؟ فيا سمسمة انت احسن من غيرك. عارفه لما شفتك وانت بتتكلمي وواقفه ومشاكل ولازم نسيب بيت العيله ولازم نمشي ولازم، قلت امال لو انت مكاني كنت عملت ايه؟ امال لو انت مكاني في كل المشاكل اللي حصلت دي كنت عملت ايه؟ امال لو انت مكاني ومشاهداتك ما بتجيبلكيش $5 في الشهر كنت عملت ايه؟ وليه يا جماعه ما بنشكرش ربنا ونحمده على اللي احنا فيه؟ هو ليه كل واحد دايما باصص هل من مزيد في كل حاجه؟ ليه كده يا جماعة؟ طيب يعني من حمدوا زادوا والله وان شكرتم لأزيدنكم. بعدين انت محتوى حلو يا سمسم. انا عايزه اقول لك انت يعني انت محتوى حلو، بس انت تفرش عن اي قناه عندها 100 مشاهده و50 مشاهده و200 مشاهده. بس كل ما في الامر ان هي ارزاق يا جماعه، ارزاق وربنا موزعها. اللي في الصينيه دي يا الشير، انا ببوش يا جماعه الصينيه ديت كان مش عارفه كان مكانها ايه. المهم يعني ببوشها كده علشان باخد اللي فوق بطلع له الطيور يعني وكده، او اي حاجه الواحد برضه يستفاد منها. طبعا انا هنا بزود الميه وكده للبسله، عشان انا دلوقتي هنزل يا جماعه بالكفته تاخد لها ايه غلوتين حلوين يعني مع البسله كده. بس انا الاول بدل البسله قد ايه؟ بدلها 3/4 سوا، ولما تاخد فاضل الربع الاخير بقوم نازله بايه؟ نازله بالكفته، عشان الكفته تستوي برضو تاخد سوا البسله وفي نفس الوقت تكون حلوه وجميله وماسكه كده، وفي نفس الوقت تكون البسله خدت سواها كله والاتنين مع بعض. وانا هنا بقى كنت عملت حبه الرز بشعريه شايفين طالعين زي العسل. والله يعني يا جماعه والله بصلة المحب خروف فعلا. الحمد لله. احنا على فكره يا جماعه نحمد ربنا ان احنا عندنا حبه رز في بيتنا وشويه طبيخ بنطبخهم، غيرنا مش لاقي والله. غيرنا مش لاقي، احنا بنشتكي من البرد، امال فلسطين والسودان يعملوا ايه؟ يلا يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، والسلام عليكم.